مين فينا راح عند الجزار قبل كده وما انضحكش عليه؟ تعالوا بقى النهارده هقول لكم ازاي ما ينضحكش عليكم عند الجزار، وتعرفوا ايه اهم قطعات اللحمه اللي احنا بنستخدمها، وانهي قطعيات تنفع لانهي تسويه. عشان في ناس كتير قوي لما بتشتري لحوم بتيجي تسويها بتتفاجئ ان اللحمه ما بتستويش، اللحمه طالعه ناشفه او اللحمه طالعه مش كويسه. تعالوا بقى النهارده نعرف الكلام ده كله. اتاكد ان انت عامل متابعه وفولو عشان المحتوى الجديد يوصلك على طول. اول حاجه البرجر لازم يكون 20% على الاقل منه دهون عشان يطلع طري وجوسي وطعم اللحمه حلو. انهي قطعيه بتطلع منه كده؟ قطعيه الكتف اكتر حته بيبقى فيها دهون ولحمه مع بعض. طيب، بالنسبه للناس اللي بتحب تعمل البسطرمه بنقطع من السن او الصدر بتاع العجل. الحته اللحمه دي بيبقى عليها هيدك عضلي شويه، فبتحتاج ان احنا نعملها عمليه التمليح، وبتطلع منها البلوبيف وبيطلع منها البسطرمه. تالت حاجة لازم تبقوا عارفينها، كل ما اللحمة أو قطعية اللحمة حصل عليها حمل عضلي، يعني رجلين، موز، ديل، رقبة، كل ده بيحتاج لتسوية بنقول عليها تسوية رطبة، أو تسوية بعامل مساعد زي المية أو الدهون. لكن القطعيات اللي هي بتكون ما عليهاش تحميل عضلي زي الظهر، زي الكينج طبعا اللي هو الانتركوت او اللي هو سوري عرق الفليتو، ده بيكون ما عليهوش تحميل عضلي، فده ممكن نعمل له بالطهي الجاف، يعني نعمله سوتيه، نعمله على الجريل، نعمله ستيك. مش هياخد مننا وقت وهيبقى طعمه حلو قوي. ده بالنسبه يا جماعه للحوم. طبعا ناس كتير قوي لما بتسالني على الحاجات دي، في ناس سالتني قبل كده عشان الناس اللي عايزه تفتح مشاريع وكده، فكان الحلقه دي كانت بالنسبه لهم برضو كانت حاجه مهمه جدا. عشان في ناس احنا كمصريين يعني لما بروح عند جزار بلدي بيبقى مقطع اللحمه اربع تربع، وبيبقى مش كاتب على قطعات اللحوم اي حاجه، فانت بتاخد وبتقطع وبتسلق على طول، ما بت يعني ما بتفكرش نوع اللحمه دي ايه. طيب، بالنسبه طبعا للناس اللي سالتني عن الموسم الجديد، احنا الموسم الجديد داخلين ان شاء الله عليه من اول يناير، هتشوفوا محتوى جديد ان شاء الله. فلو انتوا قبل كده حصل معاكم موقف مع الجزار اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. مع السلامه.